السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب ارحب بكم في قناتي. فلو اول مرة بتشوفيني خدي لك لفة في القناة، اتمنى يا رب ان هي تعجبك، ولو عجبتك ما تبخليش عليا باللايك والكومنت الحلو منك والاشتراك في القناة. النهارده ان شاء الله جايلكم بفيديو جديد ووصفة جديدة كده من مطبخي، اتمنى يا رب ان هي تعجبكم. هنعمل مع بعض بقى سندوتشات الشاورما كده بطريقة سهلة وبسيطة. ان شاء الله لو جربتيها مش هتشتري سندوتشات من بره تاني، عشان الكل هيحلف لك بطعمتها وبحلاوتها، وكفايه كمان ان هي من ايدك. فيلا بينا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الفيديو بتاعنا. اول حاجه انا كان عندي هنا ده كان حوالي نص كيلو من البانيه. ركنت حوالي يعني 3 قطع كده زي ما حضراتكم شايفينها في طبق كده لوحدها. ده انا هشويه بحيث انك مثلا لو عندك اطفال صغيرين مثلا اقل من سنتين او حاجه، فطبعا مش هيقدروا ان هم ياكلوا السندوتشات دي، فاحنا طبعا برضو لازم نوفر لهم الاكل. فانا ركنت 3 صدور كده. هبدا ان انا برضو عندي طفله كده هبدا ان انا اشوهم لها. وبدات بقى ان انا اجهز التتبيله انا هجهزها سواء للشاورما اللي انا مقطعاها او سواء البانيه اللي انا هبدا ان انا اشويه. فبدات بقى التتبيله عندي، طبعا ان شاء الله كل المقادير هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف. فانا ضفت عندي ملح، كمون، كزبره، وفلفل اسمر، وحوالي معلقه كبيره كده من البابريكا، طبعا الشاورما بتحب البابريكا. وضفت بقى كيس من خلطه ال11 بهار من كنور، وضفت حوالي معلقتين صغيرين من الزبادي ونص معلقه صغيره من العسل الاسمر. وبدات بقى ان انا قلبت كل المكونات دي مع بعضها كويس، وطبعا ضفت حوالي معلقه كبيره من الزيت. طبعا هنضيف معلقه كمان عند التسويه، بس انا حبيت اضيف معلقه كده مع التتبيله. وقلبت كل التتبيله دي مع بعضها، وبعدين ضفت عندي نص كوبايه من الميه. وهبدا بقى اقلب التتبيله دي كلها مع بعضها كويس جدا. وبعدين هركن شويه كده للشاورما اللي انا مقطعاها، والنص التاني برضو هكون او مثلا يعني الربع والتلات ارباع هبدا ان انا اركنهم برضو يعني. قسمي التتبيله بتاعتك على حسب الكميه اللي عندك. يعني مثلا 3 صدور دول انا ركنت لهم مثلا حوالي 3 4 معالق كده من التتبيله، وبدات بقى ان انا هقلبهم كويس. وطبعا بقى كل ما تعملي الفراخ دي من بدري وتسيبيها في التتبيله، كل ما تشرب بقى من التوابل بتاعتك دي وبتديكي نتيجه احسن. فانا بدات بقى ان انا قلبت الشاورما كده او البانيه الاول، بدات ان انا قلبته وبعدين هسيبه بقى هغطيه برده وهعينه في التلاجة يتبل. وعندي هنا برده الشاورما بدات بقى ان انا نزلت بيها كده في التتبيله، وهبدا ان انا اقلبها برده. طبعا بقى لو انت حابه مثلا تعمليها شاورما صافي مش حابه انك تضيفي لها اي خضار، طبعا هنكتفي بالتتبيله دي بس. انما انا حبيت ان انا يعني ازود كميه الشاورما معايا كده. فجبت عندي بقى حوالي حبايه كده من البصل، وجبت عندي برضو قرنين كده من الفلفل او الشطه، واحد اخضر واحد احمر كده. انت مثلا حابه تضيفي طماطم كمان مفيش مشكله، بس حاولي انك تشيلي البذر اللي بيكون في قلبها او الميه اللي بتكون في قلبها، وخدي القطعه الناشفه اللي بره بس. فانا استعملت عندي بصل وفلفل بس، وبدات بقى ان انا قطعتهم كده زي ما حضراتكم شايفين. وبعدين هضيفهم على الفراخ عندي. انا حبيت ان انا اضيفهم في الاول او اقطعهم كده واضيفهم على الفراخ، بحيث ان برضو البصل والفلفل اللي عندي يبداوا يتبلوا كلهم مع بعض كده. وانا كنت مجهزه الحاجه دي مثلا قبل ما ابدا ان انا اسوي الاكل، يعني مظبطاها كده من الصبح، وبدات بقى ان انا تبلتها وسبتها في التتبيله بتاعتها تبدا ان هي تتبل براحتها كده. وجيت هنا بقى عند التسويه، جبت الجريلا بتاعتي او طاسه او اي صينيه متوفره عندك، وبدات بقى ان انا نزلت عندي بمعلقه من الزيت، وبدات ان انا سخنتها كويس جدا. وبعدين هنزل بالبانيه اللي عندي. طبعا البانيه رقيق جدا فمش هياخد وقت في السوا زيه زي الشاورما بالظبط. فانا بدات ان انا نزلت بالبانيه كده واحطه في جنب، وهبدا ان انا انزل الشاورما برده جنبها. ما شاء الله عايزه اقول لكم الريحه كانت حلوه جدا، والبانيه كان طعمه جميل يعني. على الرغم ان هو مشوي ولا مثلا في بصمات ولا الكلام ده، عايزه اقول لكم خفيف وحلو جدا. بدات بقى ان انا نزلت بالشاورما عندي كده، هبدا بقى ان انا افردها في المكان اللي فاضي عندي في الجريلا. وطبعا بقى كل ما البانيه يبدا ان هو ياخد معايا لون، هبدا اقلبه على الناحيه التانية. طبعا بقى تقليبه والتانية والتالتة كده، وهتبدا انك تخرجيه على طول لانه رقيق. فانا مش حابه ان هو مثلا ينشف معاكي زياده عن اللزوم، يعني حاولي انك تخليه طري كده. فانا يعني خدته تقليبتين 3 كده لحد ما حسيت ان هو استوى، بدات ان انا خرجته. ما شاء الله كان طعمه حلو وفي نفس الوقت طري كده. اللحمه او الفراخ مثلا لما خدت صدمه في الجريلا وهي سخنه بتخليها تحتفظ برضو بجزء من الميه بتاعتها، فبتخلي الفراخ معاكي طريه شويه، بيكون طعمها يعني لطيف كده. وبدات بقى ان انا خلاص البانيه عندي استوى كده، بدات ان انا خرجته. طبعا بقى انا زي ما قلت لحضراتكم ان انا عندي طفله صغيره، فهتبدا هي اللي هتاكل الحاجات دي يعني كده جنب شويه رز جنب اي حاجه. وبدات بقى ان انا السندوتشات دي هنبدا ان احنا نجهزها ليا. بدات بقى ان انا خلاص هنا الشاورما هنا ما شاء الله سبتها بقى كده على نار عاليه، ما هديتلاش خالص لحد بقى ما شربت كل كميه الميه اللي موجوده فيها او كل كميه التتبيله. شايفين ما شاء الله ما بقاش فيه ميه وما بقاش فيه تتبيله ولا اي حاجه. فانا بدات بقى ان انا شوحتها كده شويه، وبعدين هبدا ان انا افضيها في طبق بحيث ان هي تبقى يعني تبرد معايا وتكون جاهزه معايا للاستعمال. شايفين ما شاء الله الشاورما يعني لونها حلو جدا، طعمها حلو، ريحتها اجمل، يعني طريقتها سهله وبسيطه. اتمنى انكم تجربوها لانها بجد حلوه.
دلوقتي بقى نعمل مع بعض صوص توميه كده خفيف. يعني عايزه اقول لكم ان انا انبهرت بنتيجته المره دي. كل مره كان يظبط معايا ما يظبطش معايا كده، يعني في تكه كده تقع مني، بس الحمد لله المره دي ظبط. فاول حاجه جبت عندي الطاسه كده، ضفت فيها حوالي كوبايه من الميه ومعلقتين ونص كبار من النشا، وبدات ان انا قلبتهم على البارد كده لحد ما النشا دابت عندي، وبعدين هاخدهم على النار. طبعا ما تسيبيهاش خالص، تفضل ايدك تفضلي التقليب فيها باستمرار لحد بقى ما تبدا تتقل معاكي كده زي المهلبيه، وافضلي قلبي فيها لحد ما يبقى توصلي لان قوامها تقل، وفي نفس الوقت برضو تلاقي القوام بتاعها بقى شفاف. كل ما القوام بتاعها يكون شفاف كل ما بتديكي نتيجه يعني احسن. فانا بدات بقى ان انا فضلت بقى لحد ما تقلت كده، فضلت اقلب فيها كل شويه من وقت للتاني لحد ما بدا بقى لونها يعني وصل شفاف معايا كده زي ما حضراتكم شايفين كده. خلاص ده القوام وده اللون اللي انا عايزاه. بدات بقى ان انا طفيت عليها. طبعا هسيب بقى الخليط ده معايا يبرد تماما، لان طبعا هنضربه في الكبه دلوقتي، فانا عايزاه يبرد معايا خالص. هنا بقى بعد ما الخليط كده برد معايا، يعني انا عايزه اقول لكم ان مثلا الشاورما والحاجات دي كلها ما كانتش ورا بعضها كده زي ما موجوده في الفيديو، بس انا حبيت ان انا اجمع لكم كل وصفه ورا بعضها. انما مثلا كنت بتبل الشاورما واركنها، اتبل مثلا اعمل مثلا الصوص بتاع التوميه ده واركنه كده، يعني ما كانش ورا بعضه. فانا حبيت بس ان انا اجمع لكم كل حاجه ورا بعضها. وبعدين بقى نرجع تاني لصوص التوميه بتاعنا. بدات بقى ان انا جبت الكبه عندي، ضفت فيها ربع كوبايه من الحليب وربع كوبايه من الزيت وثلاث فصوص توم صغيرين. حابه انك تزودي عن كده بس بلاش عشان ما تكونش نكهه التوم معاكي قويه. انت بتحبي نكهه التوم قويه خلاص زودي براحتك. وضفت عندي بقى هنا حوالي معلقه صغيره من الزبادي وكيس كده من المايونيز، يعني بيكون حوالي معلقه كبيره كده. وبدات بقى ان انا ضفت عندي عصره نص ليمونه صغيره ومعلقه كبيره من الخل. وبدات بقى ان انا ضفت كل يعني انا في الاول ضفت نص كميه الخليط بتاع النشا ده وضربت شويه، وبعدين ضفت النص التاني. هعيد لكم المقادير سريعا كده برضو، وان شاء الله هتلاقوا المقادير بتاعه التوميه واي حاجه موجوده في صندوق الوصف. انا ضفت عندي ربع كوبايه من الحليب، ربع كوبايه من الزيت، 3 فصوص صغيرين جدا من الثوم، معلقه صغيره من الزبادي، معلقه كبيره من المايونيز، عصره نص ليمونه صغيره، معلقه كبيره من الخل، وطبعا ما ننساش رشه الملح. وبدات بقى ان انا ضفت عند المكونات دي كلها مع بعضها مع الخليط بتاع النشا اللي احنا سويناه، وبدات بقى ان انا ضربته كويس جدا في الخلاط لحد بقى ما نعم. شايفين ما شاء الله القوام عامل ازاي؟ يعني انت مثلا لو عايزه القوام بتاعك يكون يعني خفيف، ابداي انك سيليها، يعني خلي القوام يكون سائل شويه عن كده، لانها طبعا لما تتحط في التلاجة او هتتركن هتربط برضو. بس انا حبيت قوامها كده، يعني انا لما اجي اخرجها من التلاجة هتلاقوها تقيله، بس انا حبيت قوامها تقيل كده، لان لما نيجي نحط مثلا السندوتشات كده نبدا ان احنا نشوحها على النار تبدا ان هي تسيح تاني، فقوام التوميه ده هيبدا ان هو يفك معانا. بدات بقى ان انا جهزت التوميه كده وركنتها في التلاجة برضو. وجبت عندي بقى هنا دي كانت قطعه لحمه. انا كنت عامله مع حضراتكم فيديو قبل كده صينيه بطاطس كده بالكفته، وكانت بقى حته من اللحمه، وبدات ان انا عينتها في كيس مع حضراتكم. هي دي الحته بقى بدات ان انا خرجتها دلوقتي. ما شاء الله عملت معايا رغيفين من الحواوشي. وكميه اللحمه في قلب الرغيف يعني كانت في الوسط معقوله، يعني ما شاء الله حته صغيره وعملت معايا رغيفين. فقلت برضو ايه اعملهم حاجه جنب السندوتشات كده، وفي نفس الوقت برضو ايه اهم التتبيله جاهزه وحاجتها موجوده. بدات بقى ان انا جبت عندي العيش البلدي ده او العيش الطابونه، وهبدا بقى ان انا اضيف اللحمه فيه كده واسويه كويس. انا زي ما قلت لكم الحته دي عملت معايا رغيفين من الطابونه. بدات بقى ان انا برضو سويته كده بحيث ان انا يعني في الوقت ده بقى لما بدات ان انا اعمل الحواوشي كان في الوقت ده خلاص كنت مجهزه حاجه الشاورما كلها، والعيش برضو بتاع الشاورما انا كنت عملته برضو. فانتوا لو حضراتكم حابين ان انا انزل الطريقه بتاعتها ان شاء الله هنزلها. بس انا بصراحه ما حبيتش اطول في الفيديو زياده عن اللزوم، انا عملته كده سريعا لان ممكن برضو انك تشتري العيش ده من بره، فما حبيتش ان انا اطول في الفيديو قوي. فانا بدات ان انا اجهز الحوش عندي هنا بحيث ان انا على ما احشي مثلا العيش بالشاورما يكون مثلا الحوش استوى معايا. فانا بدات بقى ان انا ظبطت الارغفه كده وبدات ان انا ضفت فيها اللحمه، وهدي بقى الصينيه مسحه خفيفه كده من الزيت. وطبعا بقى هدهن رغيف الحوش بتاعي من فوق ومن تحت كده، يعني الارضيه بتاعته والوش بالزيت كده. وبعدين طبعا هدخلها على فرن بحطه على الصاجه على طول على درجه حراره وسط، طبعا مشغله من تحت ومشغله من فوق بحيث ان هو ايه يعني، بس حاولي ما تعليش النار من فوق قوي، خلي النار تكون هاديه عن تحت بحيث ان هو ما يتلهفش منك بسرعه من فوق ويكون تحت لسه ما استواش. وفي نفس الوقت برضو عايزين اللحمه بتاعتنا تستوي كويس. فانا بدات بقى ان انا هظبطه كده وبعدين هدخله الفرن بتاعه يستوي، بحيث ان انا على ما اجهز سندوتشات الشاورما يكون هو خلاص خلص معايا. خلاص بقى هناخد الحواوشي بتاعنا كده ندخله الفرن
الفرن بقى وهنبدا ان احنا نجهز السندوتشات. هنبدا بقى طلعت طبق توميه كده من اللي احنا عاملينه، وطبعا بقى طبق الشاورما، وعملت يا دوبك دي حبايه واحده بس من كده من البطاطس. هبدا بس ان انا يعني اضيفها في السندوتش كده تعزز الطعم شويه. هبدا بقى ان انا اجيب العيش عندي وابدا ان انا احط من صوص التوميه، وبعدين هبدا احط كام واحده كده من البطاطس. انا ما حبيتش اكتر بطاطس كتير عشان ما تتغش على طعم الشاورما، انا حابه طعم الشاورما هو اللي يبان. وبعدين هبدا بقى ان انا اضيف كميه الشاورما. انا يعني حبيت ان السندوتش يكون مليان كده شاورما. انت طبعا ممكن يعني انا عملت 3 سندوتشات بس من كميه الشاورما دي، انت مثلا ممكن تعملي 6 سندوتشات وتكون كميه الحشوه يعني قليله شويه. انت طبعا بقى انت بتتحكمي في الحاجه دي. انا بدات بقى ان انا ضفت كميه الشاورما اللي عندي، وبعدين جبت كيس كده من الكاتشب، وهضيف برده كيس من المايونيز. وبعدين هبدا بقى ان انا اقفل السندوتش بتاعي. طبعا بقى انت لما بتيجي بتقفليه لازم انك تبداي انك تجيبي الجناب كده تبداي تقفليها كويس، وبعدين بقى وانت بتلف السندوتش او بتبرميه تبداي بقى انك تضغطي عليه كويس، يعني اضغطي عليه حلو كده لفيه كويس وانت بتقفليه بحيث ان هو ما يفكش منك. فانا بدات بقى ان انا لفيته كده زي ما حضراتكم شايفين، وبعدين هعمل واحد كمان قدامكم كده. انا كان عندي ده شايفين حته في النص كده اتخرمت تمام مفيش مشكله خالص. جبت حته من الرغيف مثلا انا مش هستعمله، بدات ان انا ضفتها في النص كده. وطبعا هعمله بنفس الطريقه برضو، هضيف صوص التوميه، وبعدين هضيف كام واحده كده من البطاطس الصوابع، وبعدين هبدا ان انا اضيف الشاورما بتاعتي، وطبعا كيس الكاتشب وكيس المايونيز، وهبدا ان انا الفها برضو بنفس الطريقه. خلاص هنا بقى ظبطت السندوتشات بتاعتي، وبعدين عملت السندوتش التالت كمان، وبدأت بقى ان انا يعني شايفين بروميه كويس جدا يعني اقفل عليه كويس. وكنت بقى في الوقت ده حاطه صينيه او جريلا او اي حاجه او طاسه على النار. بدأت بقى ان انا اسخنها كويس جدا عشان ابدأ ان انا يعني ادي تحميصه كده للسندوتشات دي عشان بتفرق في طعمها. شايفين ما شاء الله بقى السندوتشات طالعه معايا لونها حلو جدا، واخده قرمشه حلوه وطري من جوه كده ومن بره مقرمش، يعني في توليفه حلوه قوي في السندوتش دي جميل جدا. يعني اتمنى انكم تجربوها بجد. والحواوشي كان استوى معانا برضو وخد لون ما شاء الله حلو جدا، من غير ما مثلا انا يا دوبك بس ببص عليه كده خد معايا في الفرن حوالي ربع ساعه ما شاء الله كانت اللحمه استوت وكان العيش خد معايا لون القمر ده. وشايفين السندوتشات بتاعتنا ما شاء الله حلوه جدا. بجد بجد اتمنى انكم تجربوها لانها فعلا تستحق التجربه، حاجه بصراحه حلوه جدا ومش هتفرقيها عن طعم بره. صوص التوميه والكاتشب والمايونيز والحاجات دي كلها مع بعضها مديها توليفه حلوه جدا للسندوتش ومديها طعم حلو جدا. لحد هنا كده بقى يكون خلص الفيديو بتاعي معاكم. اتمنى يا رب ان انا ما اكونش طولت عليكم. طبعا بقى لو الفيديو عجبكم والوصفه بتاعتي عجبتكم اتمنى انكم ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو منكم، لان ده هيرفع لي الفيديو واكبر عدد من الناس هتبدا تشوفه. وطبعا بقى لو عجبك الفيديو بتاعنا ما تبخليش عليا طبعا باللايك والكومنت الحلو منك والاشتراك في القناه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.